أجي ندور على تصريحات كريستيانو رونالدو عمي وعمكم وكذا. تصريحات كريستيانو رونالدو الأخيرة يلّا قبيلة 3 تصريحات بمناسبة أنهم غدا يلعبوا ضد إسبانيا، مباراة عالمية غتكون من أفضل المباريات في الدوري 16 في الدور 16 هما، وعندك المنتخب المصري اللي غيلعب ضد الأرجنتين. المهم خلينا في تصريحات كريستيانو رونالدو. رونالدو قال لك اسيدي، سقسا شي صحفيين هادو بعض الأجوبة اللي جاوب عليهم. قال لك: ما يهم هو الأشخاص الذين يدعمونني ويدعمون الفريق، سأتذكر هؤلاء المشجعين، أما الباقون فلا يهمني، إنهم قمامة. هايدا بصريح العبارة قال لهم إنهم قمامة. وشوف، هاد السيد بالذات كيتابعينا بزاف، فهمتي؟ خلينا هو اصلا صافي ختمه هنايا. وهاد التصريحات اليوم واعرين من افضل تصريحات كريستيانو رونالدو، حيت جاوب على شي امور اللي واعره بزاف ومهمه بزاف. انسان قدم كل شيء لكرة القدم، انصفه بتشجيعه ام لا تتكلم عنه، يعني بصفة عامة هادشي اللي قال. يعني هو كيشكر جميع المشجعين اللي كيشجعوه، يعني حيت كان العالم كان كيساندوه بعض الهجوم على اللاعبين كذا، والباقون فإنهم قمامة. صحيح من الآخر ما على بالو. شوف، هذا النسخة المصغرة زلاتان في يعني في التصريحات، إنسان صار. زاد الصحافة، جماعة الصحافة مع المشجعين، قال لهم: على مدار 23 عام وأنتم وسائل الإعلام تحاولون قتلي، إنه ببساطة لا يستحق إضاعة وقتكم. يعني ما تضيعوش وقتكم معايا، فهمتي؟ واخا تعياو وتهضروا غنعتذر ما نعتذرش، ضعيف ما ضعفش، كيجي كيسكتون في الاخر. فنصحهم من وجه الله، قال لهم: شوف ببساطة يعني ما تضيعوش وقتكم معايا. صحفي جا سؤال ذكي جدا صراحة، قال له: مثلا غدا إذا ربحتوا ولا خسرتوا شنو غيوقع؟ شوف الجواب كيفاش عامل. قال لك: بغض النظر عما سيحدث غدا، سأغادر وأنا مرتاح الضمير، ليس بنسبة 100% ولكن بنسبة 1000%. ما عرفتش واش عنده شي طبيب نفسي رجع حتى كان كيبقى فيه الحال كيبدا يبكي. راه الخروج من المونديال 2022 على يد المنتخب المغربي يعني بالدموع. واش جورجيني عنده سبب في هذا الموضوع هذا؟ ما عرفتش. المهم رجع عنده واحد الشخصيه ماشي طبيعيه، خصوصا في الخساره. خلينا من الفوز، الخساره كانت كتاثر عليه، حتى الانسان هذا ما كيعترف بشي بالخساره ابدا. قال لهم: هل تعرف لماذا؟ قالوا: لان الحياه وكرة الحياة، يعني كرة القدم عفوا، منحتني كل ما كنت أطمح إليه. يعني فعلا كريستيانو رونالدو اللي كيعرف قصة هذا العالم، هذا البطل هذا العالمي هذا. ف هي هذه. قال لهم: لأن الحياة وكرة القدم منحتني كل ما كنت أطمح إليه، شغفي ورغبتي والاستمرار في اللعب طوال هذه السنوات لم يكن يوما بسبب الحاجة، كما تعلم. يعني ما كانش هو أصلا محتاج للمادة ولا كذا، فهمت كيف؟ هو صافي السيد حقق. صافي السيد المادة ما كيعترفش بها حتى ما وقفش عليها حاليا، فهمتي؟ راه السيد تبارك الله، يعني في اليوم كيدخل أموال طائلة. لكن قال لك: يا سيدي، فلم يكن يوما بسبب الحاجة كما تعلم، فبفضل الله أنا بخير جدا من الناحية المعيشية. يعني من الناحية المعيشية والمادية قال لهم: أنا مضخم، لكن ما يدفعني هو الشغف. يعني هذا إنسان هذا شغوف بكرة القدم. قال لك: أنا ألعب مع المنتخب ومع الأندية لأنني أعشق كرة القدم. هل تفهم؟ وكيأكد على ديك الصحة يبقى ما أصلا ما زادش ناقش معاه. وهو حدث غدا سأكون سعيدا، يعني في الربح في الخسارة سأكون سعيد فعلا، لأنه قدم كل شيء كرة القدم. يعني لا أتخيل كريستيانو رونالدو يبكي. صحيح الإنسان قدم كل شيء لكرة القدم، قدم كل شيء لمنتخبه. الغالب الله، اللاعب الواحد مستحيل أن يفوز بكأس العالم. أنتم تروا البرازيل خسرت مع النرويج، فهمتي؟ الأرجنتين رغم أخذهم كأس العالم، لكن ميسي بوحده لم يأخذ كأس العالم. وسنرى أمام مصر ماذا سيفعل. وباقي المباراة اللي ما جاءت صعبة. الأرجنتين عاد بدأت الصعوبة. ليونيل ميسي مستحيل يأخذ كأس العالم لوحده، من سابع المستحيلات. كان الحارس كان دي ماريا. يا أخي دي ماريا أحد الصحفيين الأرجنتينيين قال: لماذا لا تشكرون دي ماريا على ما قدمه للمنتخب الوطني المغربي، الوطني الأرجنتيني عفوا. تخيل معي، دي ماريا قدم كل شيء للمنتخب. بالنسبة لي هما من ثلاث لاعبين توب 3 في الأرجنتين اللي كانوا السبب في يعني في الفوز بكأس العالم. لكن للأسف الشديد الكل يتذكر ميسي فقط. المهم هي كرة قدم. حتى البرتغال يعني يسجل كريستيانو ينسوا جميع الأهداف البقية، يتذكرون هدف كريستيانو رونالدو فقط. للأسف الشديد هذا كرة القدم بعض المرات تكون غير منصفة لبعض اللاعبين. هذه اللقطة صراحة جو كريستيانو رونالدو كان شوية صراحة أحزنني.
قال لهم: "ربما لم أعد نفس اللاعب الذي كنت عليه من قبل." يعني ركّز يعني جواب صراحةً صعب، لكني لا أزال أستطيع تسجيل أهداف، وأتمنى أن يعني يوم غد أن أسجل أي هدف، يعني هدف واحد على الأقل، وإن لم أتمكن من ذلك فإني أتمنى أن يقوم شخص آخر يعني بذلك. وكيف تجد يعني، وفي الآخر يقول لك مغرور، هو يتمنى أن يسجل يساعد فريقه، وإذا ما سجلش هو يسجل شي واحد من الفريق ديالو، عادي جدًا نورمال. فالمهمة هي الوصول إلى الدور التالي، لا يتعلق الأمر بي أنا فقط وتسجيل أهداف. شوف هنايا راه سلام مع جميع الذي يقولون كريستيانو رونالدو كذا ما كذا. الإنسان صافي خصو الاحترام، السلام عليكم، قدم كل شيء، ما بقاش كيهمو. الشيء الرائع هو أنه هذا تصريح جميل جدا صراحة. قال: لدي شعور بأن غدا سنفوز على إسبانيا. هو متفائل، وفعلا البرتغال هي عقدة إسبانيا، هذه تاريخيا فهمت، في حل النرويج عقدة البرازيل. يعني هذه يعني بشي كدا و70 ما غلبوش، يعني التعادل أو لك تفوز النرويج، هيدا إسبانيا. وأظن أن كريستيانو سيسجل ضد إسبانيا، أنا أؤكد هذا. الشيء الصعب في الموضوع في تصريحات كريستيانو رونالدو في الندوة الصحفية، قال لهم: ستكون هذه كأس العالم الأخير. يا رونالدو، كنت سأشجعك إذ يعني التقت المغرب والبرتغال، ممكن يكونوا في النصف والله أعلم. سأشجع كريستيانو رونالدو أكيد. أنا حمدوني يا أخوان، يعني بلد المغرب أكيد، يعني اللي فاز بهم سأفرح بك يعني. أتمناها مغربية، لكن والله أتمنى لهذا الإنسان عطفا عليه لكل ما قدمه لهذه الكرة. واللقطة الطريفة هو أنه رأى أحد صحفيا يعني وقال: أعط الميكروفون لذاك الشاب الذي يقف أمامك، ذلك الذي لا يحبني. شي صحفي لا يحب كريستيانو رونالدو، وخلا لا أظن هذا. المهم، أريد أن أرى أن كان سيطرح عليه سؤالا جيدا. قال لك: يا سيدي ذلك نعم نعم، إنه هو نفسه، أنا أعرفه إنه لا يحبني، أنا أعلم أنه لا يحبني. لا عفوا، قالوا: أنا أعلم أنك لا تحبني، أنا لا أنسى الوجوه، يكفي أن أرى وجه أي شخص مرة واحدة فقط وستبقى صورته عليها في ذهني. قال له: هذاك وديك السيد هذاك نيتو أنا كنشوفه كنعقل عليه، يعني إذا شفته مرة واحدة كنعقل عليه، مستحيل أنني ننساه. فهمت؟ هذا 100% شي صحفي سقسى شي أسئلة كريستيانو رونالدو يعني غبية ولا مستفزة عليها، قال له: إنك لا تحبني، عقل عليه سبحان الله العظيم. ختامها كريستيانو رونالدو قال بالفم المليان، قال لك: هذه آخر كأس عالم لي، إذ فزت سأظل دائما كريستيانو رونالدو، إذ لم أفز سأظل دائما كريستيانو رونالدو. الله على تصريح، الله 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 الله, الله. عالمي والله عالمي. عمي يا أخي، عمي كريستيانو رونالدو. هذا الإنسان هو الذي جعلني أحب كرة القدم. بديت معاه في اليونايتد، مشيت معاه لريال مدريد، وأحببت ريال مدريد بسببه، يعني الملكي ريال مدريد. ف عمي